السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا في واحد الموضوع كيهم بزاف د المغاربه اللي عندهم عقارات. السلام عليكم. الموضوع ديال الضرائب المحلية ياك؟ بالضبط. شحال من واحد عنده دار ولا ابارتومون وملي كتوصل ديك الورقه ديال الضريبه كيتخلع شويه. أو ما كيفهمش بالضبط شنو خاصو يخلص، وكاين اللي مسكين كيصدق مخلص كتر من حقه. وكاين عاوتاني اللي يقدر يكون عنده الحق في شي اعفاء ولا تخفيض وما في راسوش كاع. هادشي بصح. أهم حاجة في المسائل المالية والضريبية هي تكون عارف، يعني الحق ديالك ما كيجيش يدق عليك. خاصك تقلب عليه وتطالب به. تماما. الإدارة ماشي الدور ديالها تقلم لك على كيفاش تخلص قل. ايوا اليوم بغينا نفكوا هاد اللغز شويه. غادي نركزوا على جوج رسوم اساسيه اللي كيخلصوهم الأغلبية ديال الناس. هما الرسم على السكن ورسم الخدمات الجماعيه اللي معروف كتر بضريبه النظافه. واخا كيجيو غالبا في ورقة واحدة، راهم جوج حوايج مختلفين. الهدف هو نفهموهم مزيان، كيفاش كيتحسبوا؟ والأهم كيفاش الواحد يقدر ينقص منهم بشكل قانوني. يلا نبداو بالرسم الأول، الرسم على السكن. يلا، هذا كيخص غير العقارات ديال السكن، يعني الديور والبرطمات. المحلات التجارية وهاد الشي لا. لا، هذاك شي بوحدو. واخا تكون الدار خاويه مولاها كيخلص عليها هذا الرسم ياك. كيخلص، والحساب ديالو كيبدا من واحد الحاجة سميتها القيمة الإيجارية السنوية التقديرية. شنو هي هذه القيمه الايجاريه؟ شي حاجه معقده؟ لا، هي زعما شحال تقريبا تقدر تجيب ديك الدار ديال الكرا في العام. الإدارة هي اللي كتقدرها. وكيفاش كدير تقدرها؟ كيشوفوا المتوسط ديال الكرا في داك المنطقة، في داك الحي، فهمتي؟ ماشي شي حساب مضبوط بالفاصلة، ولكن تقدير. واخا فهمت، هذه هي لا باز ديال الحساب اذن. بالضبط. وهاد القيمة هي الأساس اللي كتطبق عليه واحد النسب، يعني واحد البورسنتاج. هاد النسب كتزاد كلما طلعت القيمة الإيجارية، كتبدا من 0% وتقدر توصل حتى ل 30%. هنا دابا فين كاين كيف كنقولوا بيت القصيد، كيفاش الواحد ينقص هذا المبلغ. سمعت كاين هذيك القضيه ديال السكن الرئيسي. تماما. هذه هي النقطة المهمة بزاف. يلا كانت ديك الدار هي السكن الرئيسي ديال مولاها. يعني فين ساكن بصح هو وعائلته. بشكل فعلي. القانون كيعطيه واحد التخفيض كبير، كيتنقص 75% من ديك القيمة الإيجارية، عاد كيحسبوا الضريبة. 75% راه بزاف هادي. بزاف. نعطيهم مثال باش توضح الصورة. واخا. يلا القيمة الإيجارية اللي قدروها لدارك هي مثلا 36,000 درهم في العام. يلا ماشي سكن رئيسي، الضريبة غتحسب على 36,000 كلها، ولكن إلا كانت سكن رئيسي غيحيدوا 75%، غتولي الضريبة محسوبة غير على 9,000 درهم. يا سلام، يعني الفرق شاسع في الفلوس اللي غتخلص. كبير. تقدر تدوز من أكثر من 3,000 درهم شي 300 درهم ولا قل في العام. راه فرق كبير. هذه معلومة مهمة بزاف للناس، ولكن واش هاد الشيء غير اللي ساكن في المغرب؟ لا، ماشي بالضرورة. كاين حالات أخرى فين الواحد يقدر يستافد من هاد التخفيض ديال 75%. بحالاش مثلا؟ أولا، المغاربة اللي عايشين على برا، الجالية ديالنا، إلا عندهم دار وحدة في المغرب واخا ما كيسكنوش فيها ديما، فيها ديما، كتقدر تعتبر السكن الرئيسي ديالهم هنا، خصوصا يلاه كيخليو فيها الوالدين أو الزوجة أو الولاد ساكنين فابور. مزيان هادي، ولكن خاصو يطلبها ياك، ما كديرش اوتوماتيك. بطبيعة الحال خاصو يدير طلب ويثبت هاد الشيء. ثانيا، حتى اللي عنده أكثر من دار هنا في المغرب، اللي عنده مثلا دار في كازا ودار في مراكش مثلا، يقدر يخلي الدار الثانية سكن رئيسي لشي حد من عائلته، بحال الوالدين، الزوجة أو الولاد يلاه كيقراو في ديك المدينة الأخرى. والمهم يثبتوا باللي راهم ساكنين فيها بصح. ضروري يثبتوا داك الشيء، مثلا بفاتورات الموضوع يكونوا في سميتهم تماك. إذن ماشي بالضرورة تكون هي دارك الوحيدة، المهم تبت تكون اللي مستقر فيها فعليا. بصح. والفرق في الفلوس راه كيستاهل الواحد يقلب على هاد الإمكانية. وكاين شي حالات ديال الإعفاء الكامل، يعني الواحد ما يخلص والو. كاينة. إلا كانت ديك القيمة الإيجارية السنوية قل من 5,000 درهم، راه كاين إعفاء كلي. 5,000 درهم في العام كامل؟ أولا يلا كانت الدار باقا جديدة، يعني ما عندهاش 5 سنين من نهار خرجت ليها رخصة السكن، حتى هي كتعفى في هاد المدة. معلومة مهمة هذه ديال الدار جديدة. واحد القضية أخرى، تقادم، شنو هي هذه؟ التقادم زعما شحال ديال الوقت عند الإدارة باش تطالبك بهاد الضريبة. يعني يلا نساتك، شحال خاصة ديال الوقت باش يضيع عليها الحق؟ 4 سنين. المدة هي 4 سنوات، يعني الإدارة ما عندهاش الحق ترجع ليك أكثر من 4 سنين الأخرى.
إلا فاتوا داكشي اللي قبل صافي مشى ليها. مزيان الواحد يعرف هادشي. واخا هضرنا دابا على الرسم د السكن، ولكن الورقة ما كتجيش فيها غير هو، كتجي معاه ديك ضريبة النظافة اللي هي رسم الخدمات الجماعية. هذيك شنو قصتها؟ واش حتى هي عندها نفس القواعد؟ هذيك كتخلص على كاع البنيان، ماشي غير الديور، يعني حتى المحلات التجارية، البيروات، المعامل، كلشي كيخلصها. واخا وكيفاش كتحسب؟ نفس الطريقة؟ تقريبا، حتى هي الأساس ديالها هو ديك القيمة الإيجارية السنوية اللي هضرنا عليها. واخا ولكن وهنا المفاجأة المزيانة، داك التخفيض ديال 75% على السكن الرئيسي خدام حتى هنا. بصح يعني يلا الدار سكن رئيسي كنستافد من التخفيض في جوج ضرائب ماشي غير وحده. تماما، القيمة الإيجارية كتنقص ب 75%، عاد كيحسبوا عليها ديك النسبة ديال رسم الخدمات الجماعية اللي كتكون غالبا ثابتة، مثلا 10.5% في المدن. يا سلام، يعني الأساس هو اللي كينقص بزاف. هو اللي كينقص بزاف، وبالتالي المبلغ كيجي ناقص بزاف حتى هو. إذن دوك الطرق اللي قلنا باش الواحد يستافد من تخفيض السكن الرئيسي بحال الجالية وتسجيل العائلة خدامين حتى هنا باش ينقص ضريبة النظافة. بالضبط، هي نفس الطريق باش تنقص هاد جوج رسوم اللي كيكونوا غالبا مجموعين في ورقة واحدة. هذه معلومة ذهبية هذه. وحتى رسم الخدمات الجماعية عنده نفس التقادم ديال 4 سنين، نفس القاعدة. وشكون اللي كيخلصها؟ إلا كانت الدار مكرية، مول الدار ولا اللي كاري؟ القانون الأصل هو أن المستغل يعني اللي كاري هو اللي مكلف بها قانونيا. واخا الناس غالبا كيسحب ليهم مول الدار. لا، الأصل هو الكاري، إلا كان مكتوب في العقد ديال الكرا باللي مول الدار هو اللي غادي يتكلف بها، ديك الساعة كيبقى اتفاق بيناتهم. فهمتك. إذن باش نلخصوا هادشي كامل، الخلاصة هي أن الفهامة ديال كيفاش هاد الرسوم كتحسب، وخصوصا كيفاش تستغل داك التخفيض الكبير ديال 75% ديال السكن الرئيسي. واخا تكون عندك أكثر من دار أو عايش برا. راه ممكن تخليك توفر شي بركة ديال الفلوس كل عام، فلوس اللي تقدر تحتاجها في حوايج أخرى. يعني النصيحة للناس هي قلبوا على حقكم، سولوا، وما تسناوش شي حد يجيبوا ليكم حتى لعندكم. بالضبط، وما تنساش بلي هاد الفلوس نظريا على الأقل راه كتمشي باش تمول الخدمات اللي كتستافد منها في المدينة ديالك، بحال النظافة اللي هي الاسم الشائع ديال هاد الضريبة، طرقات، الإنارة. هي نورمالمون لهاد الشيء. وهاد الشيء كيخلينا نطرحوا واحد السؤال للتفكير في الأخير. شنو هو؟ واش فعلا المستوى ديال الخدمات اللي كنشوفوا في مدننا وأحيائنا، وخصوصا النظافة اللي هي الواجهة، واش كيبان فيه الآثار ديال هاد المبالغ اللي كتجمع كل عام من هاد الرسوم؟ السؤال كيبقى مطروح. سؤال مهم، نخليو المستمعين يفكروا فيه.